السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده حقيقي التطبيق ده في ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه شات ريدر. التطبيق ده مساحته 11 ميجا وحمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بتشفير الرسائل الخاصة بيك ومراقبة الأصدقاء أو مراقبة إيميل حد من الناس اللي أنت بتتابعهم وتعرف الرسائل اللي بيبعتها أو اللي بتجيله. ده الفايدة بتاعة التطبيق. يعني لو انت عندك موبايل بتاعك حابب ان انت تشفر الرسائل بتاعتك، اي رسائل بتجيلك الكترونية على اي تطبيق من تطبيقات التواصل، فانت بتقدر تشفرها بحيث ان محدش يقدر يدخل على الرسائل بتاعتك ولا حد يقدر يشوفها. مهما كان مين الشخص ده، حتى لو معاه الباسورد بتاع الموبايل ما يقدرش يفتح الرسائل الخاصة بيك. كمان لو انت ليك حد عايز تعرف الرسائل اللي بيبعتها لمين او بيكلم مين او الكلام اللي بيتكلمه ده بيكون عبارة عن ايه، بيتكلموا في ايه المواضيع اللي بيتكلموا فيها، فالتطبيق ده بيقدر يساعدك ويفيدك في الموضوع ده. من خلال التطبيق ده بتشترك على التطبيق علشان تقدر تستفيد بالمميزات بتاعة التطبيق ده. كده الغرض منه والفايدة بتاعته. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، وبيطلب منك التقييم على التطبيق قبل ما تجربه. يعني المفروض الطبيعي ان انت بتجرب التطبيق الاول، بيديك فترة سماح مثلا يوم يومين اسبوع على الوجه الاكثر، وبعد كده بيطلب منك الاشتراك. لا، ده بيطلب منك تقييم التطبيق والاشتراك في التطبيق اول ما بتحمل التطبيق على طول. يقولك علشان تقدر ان انت تستمتع بكل المميزات بتاعة التطبيق لازم تعمل كده. دي طبعا حاجة مش كويسة. آه، ده كده الغرض والمميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك الفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو. ده دايما تنوه بالنوع عليه في اخر كل فيديو علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولا في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. وانا دايما ثابت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. وشكرا، السلام عليكم.